السلام عليكم الاخوان، تحياتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جينا ندويو على الفيديو خفيف لتتمه الفيديو اللي كنا درنا مؤخرا. كنت دويت لكم في الاخر، قلت لكم غادي ندوي على كيفاش نصلح المشكل اللي يكون ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى. اول حاجه هو انني غنتجنب مثلا نعطيكم بعدا واحد المغالطات كدور. اول حاجه هي كاين واحد النوع تيقول لك اودي شد ديك الجهه اللي ناقصه عندك. مثلا هادي البوان فيبل في اليسر، ضرب فيها واحد 20 ديال ريبيتيسيون. ديك 20 ضربه اللي غادي نضرب اليمنيه لا ما نعطيهاش 20، نعطيها 10. المغالطه الثانيه تيقولك اودي هاد الجهه اللي ناقصه طلع فيها الثقل وخلي الجهه اليمنى خدم بها بواحد الثقل خفيف. بجوجهم غالطين، بجوجهم صحاح، ولكن علاش قلنا صحاح علاش قلنا غالطين؟ الاولى غتادي بيا لبناء لياقه بدنيه في جهه اللي هي الجهه اليسريه، الاخرى غتكون عندها مقاومه ديال اللياقه قل. يعني غادي تولي تعيا ليا اليمنى فاش غنعطيها الثقل، اليسرى ما غاتقدش تدفع ليا الثقل. المغالطه الثانيه غتعطيني قوه عضليه في الجهه اليسريه وغادي تنقص ليا في الجهه اليمنيه. واش فهمتي؟ يعني تنطيح في مشكل. باش نعالج المشكل غنطيح في ديك الدوامه. يا خاصني ثاني نرجع نعطي الاخرى 20، نقلب ثاني الريتم، نولي كنت في اليسرى نولي في اليمنى، نعطيها ثاني 20 ولا نطلع الثقل. شنو هو الحل اللي هو نهائي؟ ملي تنقولوا واحد الحل حنا تنعطيو واحد المعلومه اللي هي كيتقبلها المنطق والاقرب الى الصح. الغلط كي غنقولها لك انا كي غيقولها لك اي واحد، اي معلومه غتسمعها من عندي فهي قابله للغلط. يقدر يجي واحد عنده افكار اخرى مبنيه على الصح، ماشي هي غلط، لان كل اي حاجه هي قابله للشك في المنطق. اي حاجه خاصك تشك فيها، ماشي اي حاجه غيجي يقول لك شي واحد شي حاجه خاصك تثق بها. ولكن حنا تنحاولوا نعطيوك شي حاجه اللي هي عن تجربتنا حنا وتجربه الناس اللي هما احسن منا وعندهم اسبقيه علينا في الدومين. ملي تنقولوا احسن منا تنأكد لك على ناس اللي كان بحال قلتي يجي شي واحد لواحد وغيختارهم لك، ولا انت كتختار فيهم على عندهم ما يقولوا. هذا اللي بنوصل لك، تنجيوك تجربتي بعدا انا وتنجيوك تجربه الناس اللي واصلين ووصلوا ناس اخرين لشي حوايج اللي كبار. يعني غنحاول نضول المعلومه شنو هي انني غناخذ الجهه اللي فيها البوان فابل. مثلا عندي اليسار فيه بوان فابل، غادي نخدم به هو الاول صافي، غادي نسبقه دائما هو الاول. غنقلب على التمارين اللي كتكون احاديه، يعني كتخدم كل جهه بوحدها. يعني مثلا لي زارطير كل جهه كتدفع ايد بوحدها، فهمتيني؟ يعني كل دراع كتلقى تقولها الراسه. انا غنحاول ما نخدمش بالدراعات بجوج. مثلا في لي ماشين غنحاول نقلب على لي ماشين كتخلي نسيبلي العضله بالضبط اكزاكت، ما كندخلش عضلات ثانويه، وتتخلي المقاومه ديال الثقل تكون على العضله، ما كلشي على العضله. لا في حيت الماشين هي الاقرب للصح. لي زارطير غتكون شويه الصعوبه بانك تخدم ايد بايد. كاينين فين تخدم في كتاف، في البيسابس، في التريسابس، ولكن مثلا اللي قلنا في الصدر غنلقى صعوبه، ما نقدرش ندفع لي ارطيره في ارطيره، فهمتي؟ يعني في الصدر كنمشي نقلب على الماشين اللي كتخليني نسيب لي ديك العضله بواحد الطريقه اللي تكون اكزاكت، ولا نقدروا نقولوا كتسيب ليها بواحد 90%. ما كتكونش عضلات ثانويه، ما كتكونش معرضه للاصابه، كتكون اكثر امان، فهمتيني؟ والعضله اللي تيكون فيها بوان فيبل تنبدا بها دائما هي الاولى، وتنبدا دائما بالجهه اللي فيها بوان فيبل. هنا تندوي على الفرق ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى، ما تندويوش على الفرق ما بين عندي بوان فيبل في كتاف صغر من الصدر وصغر من دورسو، ولا بوان فيبل في الصدر صغر من كتاف ودورسو. هادو عندهم ريتم اخر، الريتم ديالهم تتولي داخل في ان هنا خاصك تسبق العضلات، تولي خاصك هذيك العضله اللي بوان فيبل مثلا كتاف خاصهم اللي نبدا فيها هي الاول في السيمانه، ونعطيها حتى هي الضغط ديالها من ناحيه لونطريمون، زائد الماكله، زائد الاحترام ديال الراحه، زائد نهار تكون عندي الحصه يكون المعدل ديال البروتين يكون طالع، الكارب ديالي يكون مزيان، الراحه تكون مزيان، النعاس يكون مزيان. يعني تنوفر لها الشروط حيت العضله اللي تكون بوان فيبل تكون حيت تقدر تلقى عند واحد صدر، تقدر تلقى عنده دورسو،
كاين ماشي بالضروره تكون عضله عنيده بحال الكشاف ولا الموليات ولا هادو شي حوايج اللي كنحاولوا نشرحوهم ونبسطوهم لك. يعني ساهله ما كاينش شي صعوبه. ملي تكون عندي عضله كبيره خاصها الراحه، النعاس، الماكله، زائد ان خاص توفر لها الشرط وسط الحصه تهلك. هذا من الاساسيات. ملي تكون عندها فرق ما بين اليمين واليسار تنحاول انني نسيب لي كل نقلب على التمارين الاحاديه اللي تكون بوحدها، كل ايد كتخدم فيها بوحدها وكتلقى المقاومه الراسه، زائد انني زائد انني تنسبق ديك الجهه اللي فيها بوان فيبل. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.